هاي تعالوا وياي حتى اسوي عملية انفي بتركيا اليوم. ما سمعتوا غلط، صار لي 2 اعاني من التنفس واتنفس فقط من الموضوع صار يأذيني بشغلي وتصويري، والكل منتبه انه اني ما اقدر اتنفس. فاخيرا قررت اسوي العملية واختاريت الدكتور شامل شاهين تحديدا، انه من افضل واشهر الدكاترة وبنفس الوقت اخصائي انف واذن وحنجرة. وللامانة اول ما شاف عرف المشاكل اللي عندي شنو بدون ما احكي، فقررنا نعدل شكل الانف بطريقة طبيعية ونعدل التنفس. صار وقت الحقيقة ودخلت وطلعت من العملية بدون ما احس باي شيء، كانت سهلة الحمد لله. طبعا ما احكي لكم الدكتور ايش قد مريح والكادر والمستشفى وكل شيء كان خيال. اجى الدكتور طمني بعد العملية انه عدلنا التنفس، اكيد عدلنا وصغرنا الانف شوية. رجعت للبيت وبعد اسبوع كامل فاينلي اجى اليوم اللي راح افك بيه الجبيرة. كلش كنت متحمسة للنتيجة، بس بصراحة خفت لانه ابدا ما تألمت، خفت هاي المرحلة تكون مؤلمة. وصلت على كلينيك، شفت الدكتور، حتى قبل ما احس لقيته شايل الكاس ومخلص كل شيء من انفي. وهسه صار وقت الحقيقة والدكتور قال لي قومي شوفي خشمك شلون صار. Ay çok güzel. Çok beğendim. Ay çok beğendim. قد ما التغيير بسيط وحلو قضيتها çok beğendim وçok güzel، عجبني وكلش حلو. Bir de nefes alıyorum. Ya şimdiden hissettim. Daha iyi nefes alacağız. Çok kolay. Ay ağlayacağım şimdi. Ağlamak istemiyorum. بعد ما شفت شكله وحسيت من هسه اكو تحسن بالتنفس، علمني شلون اسوي التيبنج لانه راح استمر عليه لمده شهرين، مع انه احنا ما كسرنا العظم اللي فوق ولا لعبنا بالانف من فوق، بس لانه شفتي عمليه راح يظل مورم فتره، لازم التزم بالتيبنج شهرين بس بالليل قبل ما انام. اوفر اول وبشكل سريع هاي كانت عمليتي وتجربتي ويا الدكتور شامل شاهين، وصراحه كلش فرحانه وممنونه من عندها. الحمد لله العمليه نجحت طبيا وتجميليا. ثانك يو سو ماتش دكتور.